مساء الخير عليكم جميعا. ألف تسعمية وسبعين 8 إبريل 1970 كان عندنا مجزرة بحر البار أو مجزرة مدرسة بحر البار، اللي قام بها المعتدي الصهيوني بضرب هذه المدرسة زي ما قلت 1970 في مصر الشرقية. النهاردة احنا تقريبا بنشهد جميعا نفس المجزرة، مدرسة الفاخورة اللي تابعة لوكالة الأونروا لتقع في قطاع شمال غزة. واحنا بنتابع الأحداث النهاردة، من ساعتين كانوا 200 شهيد، ثم الأحداث بتجري جدا في الكام ساعة اللي فاتوا، معاها بعض المصادر اللي بتقول ان الأعداد للشهداء بقوا من 200 ل 250. احنا مش متأكدين من الرقم، لكن وزيرة الصحة عملت بيان او طلعت وقالت في احد المصادر انه هم مش قادرين يعدوا كام طفل وكام راجل وكام ست ماتوا لحد دلوقتي، فهم بيقولوا تقريبا يعني بالتقريب يا 200 يا 250. في الساعة اللي فاتت دي احنا كبني ادمين هنا في البرنامج وفي القناة كنا بنشوف كل الفيديوهات اللي غطت المجزرة دي من داخل المدرسة. أحياء منهم والأموات. فالطبيعي ان احنا نقول ان احنا بننعي الشهداء وفي الجنة ان شاء الله، ربنا يلحقنا بيكم في الجنة ان شاء الله ويحسن خاتمة الجميع، ويصبر كل أم فقدت أولادها، ويصبر كل أب فقد أولاده، ويصبر كل طفل فقد أهله، ويصبر الجميع على الفقدان والخذلان. المفروض ان احنا نكون او ان احنا شغالين عشان مفيش ضعيف بيكسب في الاخر، القوي بس هو اللي بيكسب في الاخر. فاحنا المفروض نكون اقوياء، كلمتنا نحافظ عليها، لا نعتاد المشهد، ونفضل نتكلم ونقول عن القضية الفلسطينية والمحتل الصهيوني. النهارده كنت بتكلم مع حد او من دقايق قليلة كنا بنتكلم كلنا، ففي حد كان عنده رأي، مش رأي، هي حاجة حقيقية، انه احنا كلنا دلوقتي المشهد مقطع قلبنا، بس النصر قريب مهما بعد، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بده. مهما طلعنا نددنا وكلمنا وقلنا ان ده قد ايه اعتداء وان دي مجزرة وإبادة وكذا، مش هتوفي المشهد حقه. ولا هتطيب قلب أهالي فقدوا أولادهم أو أولاد فقدوا أهليهم. لكن احنا طالعين نكلم بعض، ادعوا اتبرعوا، اتكلموا، اي حد في ايده اي حاجة يقدر يعملها علشان نساعد بيها اعملوها.
والفرج من عنده والنصر من عنده. بس مش عندي اي حاجة تانية عارفة اقولها.